من جد وجد ولكل مجتهد نصيب. عمر مرموش من لاعب في نادي وادي دجلة لواحد من نجوم المان سيتي. النهاردة يوم تاريخي للنجم المصري. عمر مرموش بيحقق أول ألقابه مع المان سيتي النهاردة، وكلنا فرحانين بالنجم المصري. نتمنى أن عمر مرموش في المرحلة اللي جاية بيب جوارديولا يبصله بعين الاهتمام ويكون واحد من نجوم التشكيل الأساسي للسيتيزن. نتمنى ده. عمر مرموش يقدر يدي الكتير والكتير للمان سيتي لو جوارديولا عاوز ان النجم المصري يكون واحد من نجومه التاريخيين. ده لكن النهارده كلنا زي ما انا ما قلت فرحانين للنجم المصري على اول القابه مع الفريق الانجليزي. لكن فرحتنا بالنجم عمر مرموش ما تنسيناش المطحنه اللي حصل في دوري ابطال افريقيا. صدق او لا تصدق، التواني في المجموعات في دور ال16 هم اللي بقوا موجودين في السيمي فاينل، سواء كان سان داونز او الجيش الملكي او نهضة بركان او حتى الترجي الرياضي التونسي. الاربعه الاوائل ودعوا البطوله في سيناريو شبه سيناريو بطوله 2020 اللي هي بطوله القرن ما بين الاهلي والزمالك. يا ترى ايه اللي هيحصل في دوري ابطال افريقيا؟ بطولة غريبة جدا، ولكن مش هتبقى أغرب من الكونفدرالية اللي فيها فريق أولمبيك أسفي بيتأهل للسيمي فاينل في كأس الكونفدرالية وهيواجه اتحاد العاصمة، في مقابل إن الزمالك هيواجه فريق شباب بلوزداد. يا ترى اللي هيحصل في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية؟